تفضل يا عم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لجميع المسلمين بإقامة الصلاة في جماعة بالمسجد، لأن من أكثر المنكرات التي ظهرت في هذا الزمان ما يفعله كثير من المسلمين من أمر التهاون والتساهل في أداء الصلاة في جماعة. ولا شك أن هذا التهاون أمر عظيم وخطير لا يمكن السكوت عليه، لأن المساجد تشتكي إلى الله هجر المصلين لها. ولنعلم أن أمر الصلاة في جماعة أمر عظمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، فقال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه الآية نص واضح وضوح الشمس لمن يعي القول ويعمل به ويتدبر في وجوب الصلاة في جماعة ومشاركة المصلين في المسجد في الركوع وفي السجود، لأنه لو كان المقصود في الآية إقامة الصلاة وفقط ما ظهر في نهاية الآية الأمر بالركوع مع الراكعين. ولنعلم أن أمر الصلاة في جماعة أمر عظمه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال: صلاة الرجل في جماعة تضعف عن صلاته في بيته وفي سوقه ب25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته لا يخرج إلا للصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. فضل عظيم وأجر كبير في صلاة الجماعة. ولقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فاقد البصر لكنه نير البصيرة، كان منارة في التوحيد. جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له:
يا رسول الله أنا رجل أعمى وبيتي بعيد عن المسجد، وأنا نائب دار أي بيتي بعيد عن المسجد، وليس لي قائد يلائمني أن يأتي بي إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرأى النبي صلى الله عليه وسلم المشقة ورأى العذر واضحا فقال نعم. ثم ولى الرجل أي هم بالرحيل عن المسجد، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم كالذي نسي أمرا ثم تذكره فقال علي به أي ائتوني به. ماذا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الأمر الذي خرق أحاسيسه وأعاد الرجل الأعمى من أجله؟ إنها فريضة صلاة الجماعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى هل تسمع النداء للصلاة؟ فقال الرجل نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجب. لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي لا يجد من يقوده إلى المسجد في ترك صلاة الجماعة وأدائها في المسجد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم. جزاك الله